بمعنى الأمة الإسلامية قاعدة مثل حصل عالة من وقت تغلقت باب الاجتهاد وطمست الأدمغة، ولا مازال اختراع ولا مازال اكتشاف ولا مازال نهوض، ولا بمعنى أمورنا كلها عايشين عالة مثل حصل معناها على الغرب، مثل حصل معناها وعلى أوروبا، وهو طلعوا كذا وهو طلعوا كذا وهو اخترعوا كذا، وفي الآخر هكا تاخذنا هكا شبه الراحة نقولوا ما غلبتهم إلا حيلة الموت. نعم سيدي. معنى قد ما يطلعوا احنا وياهم في الموت كيف قد انا باقي متساويين. هذا اللي قلنا، هذا وقت اللي نقولوا نخاطب البشر والعقول، نقول لهم رخصة من الرخص نتسعوا فيها، نوسعوا فيها، نيسروا فيها، باعتبار هالجهاد هذا لا أقل أهمية للخروج بالمسلمين من عهد الانحطاط من الكفاح تحصل معناها إلا بالسيف. قلنا نظرا لهالظرف ونظرا لحالتنا البدنية وما نحن فيه من صحة منهوكة. سي الباهي لدغم يقول لي وقت اللي نجمعوا له باش العسكر هذوما لما ينزلوا في العسكر 60,000 إن شاء الله نحصلوا منهم 6,000 قادرين باش ينجموا يهزوا السلاح. الناس في حالة، الناس مش عايشة، الناس عايشة من حصل بالتغذية. الحالة هذه والأمراض ومعلومات متاع الطب واش يترتب عليه من هكذا التخمة متاع حصل معناها للمثريين متاع حصل معناها والجوع الخد. يا ولدي هالرخصة هذه ما جبناش شيء جديد، ما قلناش متاع حصل معناها ما نقولوش بالإسراء والإسراء صحيح ولا مش صحيح، ثم ناس اختلفوا متاع حصل على أمور موجودة في القرآن. قلنا رخصة كيف ننظروا فيها وننظروا في الحكمة متاعها النجم نتسعوا فيها، يسروا ولا تعسروا. وبعد هذا ودون هذه فكرتي أنا، ما نلزمهاش عليكم. إذا كان فكركم ماكش مقتنعين ما نسالش اسمروا على الواحد. بمعنى عمرنا ما جينا شدينا واحد وحلينا له فمه وحطينا له بزين بالحليب. لا غير أنا نقول لك هذا فكرتي وهو علاش فكرت، واعطيني فكرة إذا كانت تقول هذا مش معقول معناها وانت حر عمل اللي يظهر لك. غيرنا الشيء اللي نطلبه منك سواء عسكري ولا موظف ولا تلميذ ولا كذا باش ما تفسدش الشغل متاعك. الصغار هذوما نعتبروا أن بمعنى هذايا اللي تو موجود في بعض حكاوا لي هكا في بعض تلامذة هكا صغار 12 سنة و9 سنين وبنايات في العصر وما يسترشنوا والبلوغ وما البلوغ ويستناوا وقتاش تبلغ طفله مسكينه وقتاش الدم باش تولي تصوم. يا ولدي هذا فارغ كلام فاضي هذا. يا ولدي البلوغ معناه يلزم يكون وقت اللي يبلغ النمو يوصل للنمو يكتمل النمو نتاعو. شو انا 12 سنه نتاع حصل معناها انتم خلوا الناس نتاع حصل معناها تاخذ مروحه وتاكل خير من تبقى مده حياتها وهي منهوكه، لان وقت النمو وقت المراهقه هو نتاع حصل معناها يفارع فيه. هذا اجتهاد، هذا فكرتي للمصلحة، وما نتصورش وما نعتقدش وأني خرجت لا على المنطوق ولا على المفهوم ولا على حكمة الصوم. ونعاود نقولها باش ما يقعش فيها متى حصل معناها. وبعد هذا ودون إذا كان ما نجمش ننفذ نوصل للقلوب متاعكم وللأدمغة باش تتبعوا هالنظرية متاعي هذه وضميركم مرتاح بكونكم سايرين مقتضى تعاليم المولى سبحانه وتعالى ونبيه الحقيقية مفهومها، إذا كان ما وصلتش باش نقنعكم بهذا وباش تكونوا مطمئنين ما نحبش نجرح عواطفكم الدينية ونضغط عليكم. صوموا وحافظوا على
وانا مؤمن نعتقد وان هالبذور هذه ولا بد تعطي اكلها، واذا كان مش السنة بعد عام 2 هالشباب هذا المتنور اللي قاعد ينظروا قاعدين يهذبوا له في الادمغه نتاعو في التفكير، ولا بد بطبيعه الحال نظريتي مثل ما وقعت في برشا امور صادمتها مثل حصل معناها الواقع، طال الزمان او قصر ستثبت وتنتصر. ومش في تونس فقط، في برشا من البلدان الإسلامية اللي مبتهجين بها ومتأثرين منها، لكن يستناو مثل حصل معناها خوف هكا وكذا، كيف ما بقى برشا هوني في تونس معتقدينها وكذا، لكن هكا يخزر على يمينه وعلى يساره وفلان ايش قال مثل حصلوا بالك كذا، وتراه طيب المهيري بحث شنو صايم ولا وسلباهي لدغم زعما فاطر زاده ولا هو تشوفوا كذا، وفي ادرى شنو وكذا، وعبد المجيد شاكر ويشوفوا كيفاش مثل حصل. انا نخاطب في الافكار في الادمغه، ونحب نحررها ونحي لها العقال، وقلت لكم العقال هذا ما هوش شيء مادي نجيبه مقص ونقصه، هذا شيء ادبي يلزم العقل نفسه والفكر نفسه يقصه وينظر الامور بنظره اخرى، بحيث ما ثماش يقول قائل مجال باش مثل حصل يقع فيه بلبله في برطون ولا حيره ولا كذا ودعايه واخذوا رد والدين واش تخبي واش تبقى لنا توا ودقل اي المطر قال لك المطرك الجفاف هذاك مو خاطر رمضان انت ربي انت حصل كذا ولا الزلزال ولا شو اسمه كذا جاب ربي ما وقعناش وقعت اكادير ولا راح نتخذنا انت حصل معناه فهمت معناه هذا في نوصلنا بالحصل فهمت بحيث انا نحب الامه متاعي، بمعنى ولو فما تعب زايد لي انا نحب بمعنى نخاطب العقل متاعها، نحب نكون منها شيء حي. قولوا حتى بيخدم فكرك اعطي فكره، قول لا على خاطر كذا بين علاش، اعطيني نسنسك تسلط فكرك وتفكيرك على كل شيء في الدنيا هذه.